بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل أمة الإسلام. ربنا كده يعود علينا الأيام بالخير واليمن والبركات. النهاردة بقى كده غدا أول أيام شهر رمضان الكريم. طبعا مشغولة طول اليوم، كان عندي شوية حاجات كده بعملهم، بس طبعا قلت الفيديو مش هيفوتكم، لأن أنا وعدتكم إن شاء الله إن احنا في رمضان كل يوم هيبقى فيه جديد. بدأنا في تجهيزات بقى الفطار بتاع بكرة. هو مش بكرة قوي يعني، بس أنا ما بحبش أجيب حاجات كتير بحيث إن هي إيه. طبعا أنا فرد وربع يعني أنا وملوكة فرد وربع، فبالتالي مش هجيب حاجات كتير ابوظها في الفاضي، او ان انا مثلا ايه، طالما انا في مكان اقدر اجيب اي حاجه في اي وقت فعادي انزل اشتري الحاجه صبحه. يعني اجيب اكل يومين ثلاثه اربعه، يوم ما يزيد او اسبوع، لكن اكل الشهر ده ما اعرفش اجيبه بصراحه. فجبت حاجات بسيطه كده تكفينا 3 4 ايام ان شاء الله. وبرضه عشان لو حد جه ولا كده وابقى عامله حسابي. وبعد كده بقى انزل لو قبل ما يخلص حاجتي بيوم انزل اجيب حاجات ان شاء الله باذن الله، اذا عشنا وربنا حيانا وادانا طول العمر. كل سنة وانتم طيبين يا أجمل متابعين في الدنيا. أتمنى إن شاء الله على ما شهر رمضان الكريم يخلص يكون أنا قفلت الألف متابع. ودعوة من قلبكم الملوكة، ربنا يشفيها ويزيح عنها ويشفي كل مريض. ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي. نزلت كده بقى إيه، جبت شوية فراولة حلوين زيكم كده. شوفوا الجمال وشوفوا اللون الجميل والحلو ده أهو. جبت بسلة، عايزاها صبحة مش عايزاها في الفريزر. وطبعا جزر انا هقطع بس على قد كيس واحد بسله. طبعا البسله دي هتبقى كتير على طبخه واحده ليا، فهقسمها على مرتين، هحط على واحده جزر وواحده هسيبها من غير جزر، واجيب الجزر صبح هحطه عليه. معايا هنا فراخ مقطعاها مكعبات، هنعمل بيها اكله جامده مع بعض جدا. ومعايا هنا الصدر مقطعاه بانيه مع كريسبي، اصابع كريسبي. البانيه اهوت ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ما فيهوش غلطه. انا بقى ايه، عامله صوابع كده، بحب برضو اعملها يعني ايه، احب اعملها مربعه وطويله وحاجات كده جميله كده مع بعضها. بصوا بقى هنا كده ايه، الفراخ مقطعاها مكعبات، يعني مثلا مقطعه الدبوسه ومقطعه بقيه الورك مكعبات صغيره كده، مش عايزاها تبقى كبيره. انا ما بحبش اصلا اعمل الفراخ الربع بربعه، فاهمين؟ بحب ان انا اعملها كده ايه، يعني تبقى متقطعه. ودي برضو بقيه الفرخه اهي. ومعايا بقى هنا سجق. سجق ومعايا، لحظة. بصي يا حبايب قلبي، معايا هنا السجق. ماشي. السجق ده معمول عند الجزار صابح. ومعايا هنا برضو همبرجر، برضو معمول عند الجزار. ما تجيبيش حاجتك متلجة، اذا جبتها متلجة ما بيبقاش، هو بيعمله جاهز. انت بتقولي انا عايزة نص كيلو ربع كيلو على حسب ما انت عايزة. اهو ما شاء الله 8 قطع. ماشي. معمولين ومتوصي عليهم وطعمهم وريحتهم بيبقى تحفة جميلة. وبرضه انصحك اذا جبت مجمد هاتي الحسن والحسين، وتجيبيه من حد موثوق فيه، من عند الماما بتاعتي. لما قلت له مش جايبين حاجة واحنا هنعدي باللي موجود، احنا كده كده ما فيش الا احنا والاكل ده. قال لي هاتي من الشقة اكل واعملي كل حاجة وما تاكليش، اعملي وطلعي ما تاكليش. جبت دقيق طبعا، لحظة كده عشان تبان بس الحاجة اللي انا جبتها ايه، عشان تشوفوا معايا، عشان اللي ناقصها حاجة تنزل كده ايه الصبح تجيبها، بحيث ان انت ايه تعملي قرص، تعملوا رقاق، تعملي اي حاجة تعملها ايه، تبقى حاجتك موجودة. لان طبعا بتقومي، احنا متعودين كمصريين ان احنا بنفضل صاحيين في رمضان طول الليل وبنيجي ننام طول النهار، لما قبل المغرب بشوية بنقوم بقى نعمل كل حاجة. فبدل ما تقومي تجري بقى حوالين نفسك ما تلاقيش اللي انت هتعمليه، يبقى عندك كل حاجة. انا جبت دقيق وجبت طبعا بشاميل، لان انا ايه، آه ما جبت الزبده، مخلصه زبده وما جبت الزبده، فمش هعرف اعمل بشاميل في البيت بصراحه يعني اليومين دول، او بمعنى اصح راحه. فجبت بشاميل اهو. جبت بسبوسه بقى، هو رمضان يحلى من غير البسبوسه، ما يحلاش من غير البسبوسه. سلام.